الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تطبيق على كتابة السيرة الغيرية. بيقول لك هنا: أجب عن الأسئلة التالية التي تتعلق بشخصية تحب أن تتحدث عنها. الشخصية التي نحب أن نتحدث عنها شخصية نجيب محفوظ. الاسم نجيب محفوظ عبد العزيز، ولد في حي الجمالية بالقاهرة سنة 1911. أبرز أعماله: ترك لنا كنوزا أدبية، أبرزها الثلاثية. الثلاثية دي اللي هي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية. كما كتب لنا أولاد حارتنا وبداية ونهاية وزقاق المدق وأولاد حارتنا. ماذا أعجبك فيها؟ طبعا هو قدرته، عجبني في شخصيته قدرته الفائقة على تحويل الحارة المصرية البسيطة إلى عالم يحمل قضايا الإنسان الكبرى. لو قابلته ماذا تسأله؟ أسأله أقول له: ما هو سر ارتباطك العميق بالقاهرة وحاراتها، وكيف استطعت أن تجعل هذه الحارات الصغيرة موضوعا يبهر قراء العالم كله. طبعا السيرة الغيرية هنكتب بقى: نجيب محفوظ هو أحد أعظم الكتاب في تاريخ الأدب العربي. ولد في حي الجمالية بالقاهرة، وبقي اسمه خالدا بحصوله على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988 كأول أديب عربي يحصل عليها. ومن أبرز أعماله الثلاثية اللي هي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، وله أعمال كزقاق المدق وبداية ونهاية. كما ترجمت أعماله للغات عدة. بدأ مشواره الأدبي
بكتابة القصص القصيرة قبل أن يتجه إلى الرواية التي صنع فيها مجده الأدبي، وامتازت أعماله بالواقعية وتصوير المجتمع المصري بصدق ودقة، مع معالجة قضايا الإنسان الكبرى كالحرية والعدالة. نجيب محفوظ لم يكن مجرد كاتب، بل كان ضميرا حيا لأمته وأدبه. سيبقى حيا يقرأه العالم بكل لغاته. بعد كده هندخل على تقييم على الدرس. بيقول لك هنا: أصبح العالم الرقمي جزءا لا يتجزأ من حياة الأفراد اليومية، بدءا من التواصل الاجتماعي إلى العمل وصولا إلى الترفيه والتعليم. هذا الحضور القوي للتقنيات الرقمية غير طريقة إدراك الإنسان لنفسه والعالم من حوله، وترك أثرا عميقا على مشاعره. ومن أبرز الجوانب الإيجابية للعالم الرقمي أنه أتاح للأفراد فرصة واسعة للتواصل والتفاعل، مما يعزز مشاعر الانتماء ويقلل من الإحساس بالعزلة، خاصة لأولئك الذين يعيشون بعيدا عن أحبائهم أو في ظروف اجتماعية صعبة. كما أن المنصات الرقمية تمكن الناس من التعبير عن أنفسهم ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم، وهو ما يعزز الثقة بالنفس ويقوي الشعور بالوجود والتأثير. لكن في المقابل يطرح العالم الرقمي تحديات عاطفية لا يمكن تجاهلها، فالاستخدام المفرط للتكنولوجيا قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي الذي يضعف الروابط الحقيقية بين الأفراد ويقلل من جودة العلاقات الإنسانية. استخرج من النص كلمة معناها يقوي، يعزز. كلمة مضادها المعتدل، المفرط. كلمة مفردها الجانب، الجوانب. أتخير الفكرة الرئيسية للنص: العالم الرقمي بين الإيجابيات والسلبيات. الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يضعف الروابط الحقيقية بين الأفراد. التواصل والتفاعل أبرز الجوانب الإيجابية للعالم الرقمي. طبعا الفكرة الرئيسية هي العالم الرقمي بين الإيجابيات والسلبيات. رقم ج: أبين الجوانب السلبية للعالم الرقمي فيما يخص مشاعر الإنسان. أولا طبعا رقم ج: يؤدي إلى الإدمان
الرقمي، ويضعف الروابط الحقيقية بين الأفراد، ويقلل من جودة العلاقات. بعد كده بقول لك رقم د: اقترح وسائل فعالة للتعامل مع سلبيات التكنولوجيا. رقم 1: تنظيم وقت استخدام الأجهزة. 2: تعزيز العلاقات الواقعية من خلال اللقاءات المباشرة. 3: تخصيص وقت للأسرة والأصدقاء. آخر حاجة ممارسة أنشطة اجتماعية وثقافية بعيدا عن الشاشات. بعد كده بيقول لك القواعد النحوية. الصدق مع النفس بداية طريق النجاح، فالصادق مع نفسه يعرف عيوبه فيقوم نفسه، وهو شجاع إذ يواجه نفسه ولا يخدعها، ومن غش نفسه فسوف يندم على فعله. طبعا الصدق هنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. تاني حاجة بداية طريق النجاح، النجاح مضاف إليه مجرور بالكسرة، إذ يواجه نفسه ولا يخدعها، ومن غش نفسه، غش نفسه مفعول به منصوب بالفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. خبرا لمبتدأ، الصدق مبتدأ مع النفس بداية، تبقى بداية هنا خبر، طبعا نوعه مفرد. فعلا لازما، فسوف يندم، طبعا هنا يندم فعل لازم. الفعل المتعدي يعرف نفس، يعرف ده فعل متعدي. اسما مجرورا على فعله، في آخر على فعله عندنا فعله اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر. فعلا مجردا يعرف، وآخر مزيدا فيقوم. فعلا سالما يندم، وآخر مضاعفا غشا. فعلا مثالا يواجه، أصلها واجه، آخر أجوف يقوم أو يقوم. حسبتك قادرا على تجاوز الصعاب، احذف حسب وغير ما يلزم. حسبتك يبقى نقول هنا أنت قادر على
تجاوز الصعاب. أنت قادر على تجاوز الصعاب. لماذا كتبت الهمزة على الياء في كلمة وسائل؟ لأنها مكسورة وما قبلها ساكن. بعد كده بيقول لك التعبير الكتابي. اكتب سيرة غيرية عن الفنان المصري محمود مختار مراعيا عناصر السيرة من مقدمة شائقة وموضوع وخاتمة. طبعا يعد الفنان محمود مختار أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في مصر ورمزا لنهضة النحت الحديث، إذ استطاع بفنه أن يعبر عن روح الوطن. ولد في محافظة المنوفية سنة 1891 ونشأ محبا للفن منذ صغره. التحق بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة ثم أكمل دراسته في باريس حيث تأثر بالمدارس الفنية الحديثة. وظل وفيا للهوية المصرية. قدم أعمالا فنية خالدة أبرزها تمثال نهضة مصر الذي أصبح رمزا قوميا. امتاز أسلوبه بالمزج بين الأصالة والحداثة واستطاع أن يضع النحت المصري في مكانة عالمية. رحل عن عالمنا سنة 1934 لكنه ترك إرثا فنيا خالدا ما زال يلهم الأجيال، فقد أثبت أن الفن قادر على التعبير عن هوية الأمة وصنع ذاكرة لا تبلى ليبقى اسمه علامة مضيئة في تاريخ الفن المصري. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.